آخر الأخبار أن جيش تحرير أورومو يتخذ إجراءات قوية ضد جيش ديكتاتورية أبي أحمد. مرحبا بمشاهدي ومتابعي بليسو تيفي، كيف حالك؟ هذه الأخبار باللغة العربية نقدم لكم اليوم أول ما لجيش تحرير أورومو. إليكم مشاهدي ومتابعي بليسو تيفي حتى نهاية أخبارنا. بليسو تيفي اشترك وتابعنا. آخر الأخبار أن جيش تحرير أورومو يتخذ إجراءات قوية ضد جيش ديكتاتورية أبي أحمد. خبر انتصار عمل جيش تحرير أورومو يوم 18 من يوليو 2022 إيريون ودرع جيش تحرير شعب أورومو العامل في المنطقة الجنوبية من منطقة شرق غوجي جاجابين أورجي يريد عيون الأبطال قتلت سبرا أودن أدولا وسيبرا سودان بورو معا 26 مقاتلا على الفور، وجرح 30 من مقاتلي نظام تورتا الإثيوبي بقيادة أبي أحمد في معركة استمرت 3 أيام ضد النظام الإثيوبي في قرية عدادي بناحية جورودولا. 5 أسلحة اشتباك و4 أسلحة وصنعوها عائدات المخيم في 19 من يوليو 2022 استشهد على الفور 12 عنصرا من جنود العدو وجرح 14 آخرون في اشتباكات عنيفة ضد قوات النظام الإثيوبي في قرية قرهرو بناحية جورودولا المتاحة. القتال ما زال مستمرا وسنلتقي لاحقا إذا عرفنا ذلك. الظالم يسقط بلسان الناس ويترك الحرية بالدم. النصر لشعب الأورومو. لذا فإن مشاهدي ومتابعي بليسو تيفي الذين يتابعوننا حتى نهاية أخبارنا نشكركم على أخبار اليوم التي انتهينا منها. حتى نلتقي مرة أخرى ببرامجنا الأخرى، ترقب وبقية برامج بليسو تيفي.